السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بوشنيخه بالترموميكس، سهله في التحضير وبمقادير بسيطه، يعني مقادير موجوده في كل بيت. عندي اول حاجه عندي كيلو ديال الفورس اللي هو معبور، يعني كيلو فورس خاص بالحلويات. عندي 40 مليلتر ديال الزيت، يعني 4 كاس ديال الزيت، 4 كاس ديال الخل، وربع كاس هنايا عندي 4 كاس ديال الماء الزهر اللي دوبت فيه شويه ديال الزعفران الحر. عندي هنايا معلقه كبيره ديال النافع مغربل رقيق. عندي هنايا معلقه كبيره ديال القرفه حتى هي مطحونه ومغربله. عندي خميره ديال الحلوى فئه ديال 8 غرام اولا 7 غرام. عندي هنايا كيس ديال الفاني اولا كيس ديال الماء الزهر على حسب اللي بغيتو. هنا عندي الملحه، عندي 250 غرام مليلتر ديال الحليب، وهنا عندي 300 غرام ديال الزبده حيوانيه يعني حيوانيه ماركه جيده. صافي هادو هما المقادير اللي عندي، يعني كلشي المقادير غادي تجمع في خطره وحده، السوائل غيتجمعوا في خطره وحده وغادي نخلطهم، ومن بعد غنبقى نزيد عليهم الدقيق بشويه بشويه. غادي ناخذ اول حاجه، هادو انا عبرتهم، ولكن ممكن انكم تعبروا نتوما بالترموميكس. انا عندي كلشي معبور. هادي عندي الزعفران الحر غنرميه بحال هكا بالشعيرات ديالو، غنرمي الخل، غنزيد الزيت، غادي نزيد الزبده 300 مليلتر، يعني 300 غرام. غادي نزيد ساشي، غادي نزيد ساشي ديال ماء الزهر. انا كتعجبني فيها ماء الزهر، ولكن ممكن انكم ديروا يعني ممكن ديروا فاني. هنا عندي معلقه ديال القرفه، يعني ساهله، يكونوا عندك غير مقادير في الدار مضبوطين كيشيطوا لينا من الشباكيه وكديروا حتى هي كتنوعوا بها. هنا عندي قبيصه ديال الملح، شويه ديال الملح، يعني قبيصه حيت هي كتكون حلوه غناخذ شويه كيف ما كتشوفوا هكا، قبيصه ديال الملحه. الا كانت مالحه بزاف راه ما كتكونش مزيانه. عندي هنا غنعبر، هنا غنعبر 250 مليلتر ديال الحليب، يعني رابعه ديال الحليب. كنعبروا بشويه بشويه باش ما نزيدوش الدقيق. دابا باش مزنا السوائل باش ما خصنا نزيدو الدقيق. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا. وكنزيد واحد 2 اولا 3 ديال المعالق ديال الفورس، ديروا 3، وكنطحنوا. غادي نطحنوها دابا. غادي نديرو هنايا نديرو واحد 1 مينوت، واحد دقيقه واحده، وهنا ندير 10. هنا بعد ما تطحن ليا راه ولا بحال الكريمه كيف ما كتشوفوا، راه ولا كريم. صافي غادي غنزل هادشي اللي عندي، غنزل الجوانب كاملين. كتولي واحد الكريمه زوينه، عندها واحد الريحه زوينه كتطلع منها، ما فيها لا بيض، فيها غير الزبده، يعني مواد زوينه. ممكن ديروا مارغرين، ولكن من الاحسن ديروا الزبده العاديه كتجي زوينه، زبده حيوانيه كتجي زوينه. صافي هنايا نبقاو نزيدو الفورس. ناخذ الخميره اللي عندي ما نساوهاش،
وكنغربلوها حتى هي حيت كيكونوا فيها حبيبات، كنبداو نغربلوها. صافي دابا ملي غادي نديرو الدقيق غنديرو العجن بيطران. صافي هنا دابا هنايا ما درتش الدقيق كامل كيف ما كتشوفوا، ما درتش الدقيق كامل، راه باقي عندي. غادي نعجن هادي ومن بعد غنبقى نزيد بشويه بشويه، وفي حاله الا جات يعني جات عاقده غادي نزيد ما الزهر. غندير بيطران، غندير تما واحد 6 ديال الدقائق، ولكن غندير 4 ديال الدقائق. ملي تعجن ليا غادي نعاود عاوتاني نبقى نزيد في الدقيق بشويه بشويه. دابا الدقيق زدت غير شويه، ولكن انا ما غاديش نكثر على هاد الدقيق دابا، غادي نبقى نزيد كما قلت لكم. هاي راه شاط من داك كيلو باقي شايط ليا بزاف، ومره مره كنحركو بهادي، كنحركو باش كنهبطو الدقيق اللي كاين في الجوانب، نهبطوه بحال هكا. صافي دابا هبط ليا، غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه. هكا تنكمل الكميه اللي عندي، ندير عاوتاني نحرك ونعاود تاني. غير كيبدا كيغبر ليا الطحين وكنبقى كنزيد بحال هكا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. ملي كتخدميها بلا ما تعذبي، ما ديري لا يدك لا والو، كتبقاي كتخدمي بهذه الطريقه هذه ساهله فيهاش العذاب نهائيا. الدقيق راه غربلته من قبل، ضروري تغربلوه. هنا طفى ليا، غادي نزيد واحد، هنا غنزيد واحد 4 دقائق. انا بقيت كنزيد ها اللي بقى عندي. وفي حالة الا جاتني قاصحه غادي نزيد الحليب اولا ما الزهر. هنا حسيت بها نشفات، صافي طفيتو وغادي نشوف العجينه ديالي كيفاش غتكون. هيا غادي نشوفها هنايا، نشوف التكستور ديالها واش قاصحه. الا كانت قاصحه نزيدها ما الزهر، كانت هي هذيك غادي نخليها هي هذيك. كان خاصها شويه ديال الفورس، غادي نزيدها شويه الفورس، لان كل فورس على حسب النوعيه. انا هنا خديت كيلو ديال الفورس معبور، يعني داك ديال الباكيه من الاحسن امغاليطا، كتكون زوينه، اولا اتقان، اولا المهم هذوك اللي كيكونوا معبورين كيلو. هذيك اللي خديت. صافي هنا بانت ليا هي هذيك. ندير لها بحال هكا، نجيبها بحال هكا ونشدها، غنقسمها على جوج باش ندلك كل وحده، كل نص غادي ندلكو بوحدو باش تدلك ليا مزيان. هنا غندير واحد دقيقه، صافي دقيقه عندي هنا دقيقه صافي.
ومن بعد ندلك الاخرى. يعني هي راه ما خصهاش تكون مشطو، راه ما خصهاش تكون العجينه رطبه بزاف، خصها تكون قاصحه باش دوز لينا من الماكينه. صافي صافي غنحيد هادي وغندير الاخرى. ندير الاخرى حتى هي دقيقه، حتى هي دقيقه، حتى هي دقيقه، ونخليها تعجن. صافي من بعد نخلطهم بجوج ونقطعهم. صافي هنا العجينه الاخرى غنشدهم ونخلطهم بجوجهم. صافي الترموميكس دابا سالينا منه، غنخلط هادي نجيبها عند هادي. صافي هنا نديرها بودان كبيره بحال هكا، وغنبقى نقطع بشويه بشويه، تقريبا واحد على شي 8 ديال الطراف. قطعتهم على 8، ندير لهم بحال هكا بحال كوميرات. يكونوا من هنا يكونوا هكا مربعين. دابا هاد لي بودان غادي نخليهم ساعه في الثلاجه حتى يبردوا، عاد نخدمهم. حتى ترتاح العجينه مزيان عاد نجي نخدمها كيف ما كتشوفوا هانتوما. هكا ما نخليهمش غير من هنا مقمقمين باش كيشدوا لينا لا فورم ديال بانه منين نسرحوها تجي طويله. ندير فيلم اليمونتير نغطيهم مزيان مزيان باش ما يدخلهمش البرد، خصني نغطيهم مزيان باش ما يدخلهمش البرد نهائيا من الثلاجه. صافي نخليهم غير في الثلاجه لتحت، ماشي في الكونجيلاتور وانما غير في الثلاجه لتحت. صافي انا غطيتهم مزيان، دابا مخليت لهم البرد حتى بلاصه منين يدخل البرد هكا كتجمعيهم. صافي وندخلهم دابا للثلاجه. هنا بعد ما خليتها ارتاحت في الثلاجه ساعتين تقريبا غادي نسرحها مقاده. ما تخليوهاش بزاف في الثلاجه باش ما تخليوهاش بزاف في الثلاجه باش ما تقصحش ليكم وتبدا تتكسر. كنحاول نقادها من هنا تكون دايره بحال هكا. حتى نرققها شويه، غادي نرققها شويه باش ندخلها في الماكينه تجيني مزيانه وسهله. ندير هنايا في البلاصه ديال اللي كنسرحوا بها ديال الشباكيه، غادي نديرها على 8 باش تسرح ليا، ونزرب بحال هكا باش نخرجها.
فيها باش ديروا شويه ديال الطحين هنا. ودابا غادي ندخلها نشد بحال هكا. هادوك اللي صغار كنحيدوهم بحال هكا باش ما كيتحرقوش لينا، وكنخليو هادو اللي طوال كنخدمو بشويه بشويه، نسرحوها هكا بلا ما نضغطو. وكنجي هنا في الراس كنقص هنا جميع الخيوط تقريبا، كنعبرهم هادو اللي طالعين حتى هما نهبطهم ونقرصهم هنا. ومن بعد كنجي كنشوف العبار انا اللي بغيتها كبيره ولا بغيتها صغيره، وكناخذ العبارات ديالي وكنبقى نقرص بحال هكا. من بعد كندير الموس كنقطع هكا، ومن بعد كناخذ هكا نجيبها من هنا نقرص مزيان وكنخشي ما كنجرش، كنديرها كندفع الوسط وكندور باش كتحل بحال الشكل ديال الرزيزه. شتي يعني كنقرص وكنخشي هكا وكندور غير بشويه صافي حتى كنشكلها. وهادو اللي زايدين بزاف كنقطعهم صافي باش كتجيني بحال هكا. ندير معكم واحده اخرى، ها هي كما قطعناها بحال هكا كنجمعها وكنجبد الوسط وكندير هكا باش كتحل. هذه اصلا العجينه راه قاصحه شويه، هكا وهكا. نرد البال غير هاد القنيتات كنشدهم مزيان، كنطرقهم مزيان باش ما كيتحلوش، كتجي بحال شي وريضه. وهنا كنخليهم حتى ينشفوا، يعني نخليهم واحد 4 سوايع ولا 3 ولا نص نهار اللي بغيتو حتى ينشفوا. عاد كنقليهم في الزيت ونطفيهم في العسل. وهذه هي بشنيخه ديالنا، كتجي زوينه وكتجي رطبه وهشيشه وكتجي خفيفه، يعني ما كتجيش بحال الشباكيه ثقيله حيت ما فيهاش المقادير كتار. وكنتمنى تعجبكم وبصحه وراحه.